إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات، يسعدنا أن نرحب بكم عبر إذاعة إرنا الدولية في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم، الجمعة الموافق 12 من أبريل عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان تأزم العلاقات الصومالية الأثيوبية بعد قرار الصومال طرد السفير الأثيوبي من مقديشو. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مواقع حيوية في ولاية القضارف بشرق السودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عام. الحكومة الصومالية تطالب بقوات متعددة الجنسيات خلفا لقوات حفظ السلام الإفريقية. والبرلمان الأوروبي يقر تعديلا يشدد قواعد الهجرة واللجوء إلى دول الاتحاد. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في تصعيد جديد للحرب في السودان، استهدفت طائرة مسيرة مقر جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف شرقي السودان، فيما تمكنت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني في الولاية من إسقاط مسيرة أخرى حاولت استهداف موقع تابع للجيش في الولاية. وأثار تحليق الطيران المسير والرد الكثيف للمضادات الأرضية التابعة للجيش بالولاية حالة من الذعر والخوف وسط المواطنين، وإغلاق السوق بشكل جزئي في آخر يوم من شهر رمضان، الذي عادة ما تكون الأسواق فيه مكتظة نتيجة لإقبال المواطنين لشراء متطلبات العيد. وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في ولاية القضارف، التي ظلت آمنة منذ بدء المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 من أبريل عام 2023، حيث تحتضن الولاية ما يزيد عن 400 ألف نازح قدموا من ولايات الخرطوم والجزيرة. ويقع المقر المستهدف بجانب مقر السجل المدني التابع للشرطة، إضافة إلى النيابة العامة والجهاز القضائي. وبحسب ما ذكر موقع سودان تريبون، فقد تمكنت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني في الولاية من إسقاط مسيرة ثانية بالقرب من مدرسة القضارف النموذجية، إضافة إلى إسقاط مسيرة أخرى كانت تنوي استهداف مقر الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة. وفي الأسبوع الماضي استهدف هجوم مماثل بطائرة مسيرة مدينة عطبرة التي يسيطر عليها الجيش السوداني شمال الخرطوم أثناء إفطار جماعي كانت قد دعت إليه كتيبة البراء بن مالك المتحالفة مع الجيش السوداني. طلبت الحكومة الصومالية قوات متعددة الجنسيات بقيادة الاتحاد الإفريقي لتحل محل البعثة الإفريقية المقرر انسحابها من الصومال في نهاية العام الجاري. وبحسب موقع الصومال الجديد الإخباري، رحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي باقتراح الحكومة الفيدرالية بشأن ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد بعثة الاتحاد الإفريقي. وأكد المجلس الحاجة إلى مواصلة دعم الصومال من خلال بناء قوات الأمن الصومالية. وأضاف أن نشر قوات متعددة الجنسيات سيساعد الحكومة الصومالية على تسريع عملية إنشاء القوات والجهود المشتركة لضمان تحمل المسؤوليات الأمنية بشكل فعال بعد انتهاء دور بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال. ورفض المسؤولون الصوماليون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تشكيل القوات والدول التي ستساهم فيها، لكن حسين شيخ علي مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي كان قد أوضح في وقت سابق
أن القوات متعددة الجنسيات سوف تكون مكلفة بحماية المناطق الرئيسية والبنية التحتية. وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على تجديد قواعد الهجرة واللجوء بالاتحاد، وتغلبت الكتل الرئيسية بالبرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، والذي استغرق إعداده نحو 10 أعوام، إذ تبنى النواب الأوروبيون تعديلا واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في خطوة اعتبرت تسوية صعبة حول موضوع يغذي منذ أعوام التوترات والانقسامات بين دول الاتحاد. هذا وصوت البرلمان لصالح 10 نصوص تشكل ميثاق الهجرة واللجوء في جلسة عامة شهدت احتجاجات الناشطين المعادين للإصلاح. وكان إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي محل عمل مكثف ونقاش ساخن منذ العام 2015، عندما وصلت أعداد قياسية من المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن أبرز ما تضمنه إصلاح نظام الهجرة تضامن إلزامي يتطلب أن تتولى كل الدول الأعضاء في التكتل بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء، وإذا لم ترغب دولة بالاتحاد الأوروبي باستضافة طالبي لجوء فيتعين عليها أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية. كما يجوز لدول الاتحاد الأوروبي التي تشهد زيادات كبيرة في طلبات اللجوء أن تطلب توزيع طالب اللجوء على دول أخرى بالتكتل. ويتضمن إصلاح نظام الهجرة أكثر جزئية إثارة للجدل في الحزمة، وهي إقامة منشآت على الحدود في دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعا. وفي الوقت الذي عبر فيه قادة ومسؤولون في الاتحاد عن التزامهم بتعهداتهم تجاه نظام إصلاح الهجرة واعتباره إنجازا كبيرا وخطوة مهمة وضرورية نحو إدارة مشتركة أكثر فعالية لتحديات الهجرة المعاصرة، انتقدت المنظمات غير الحكومية الحزمة استنادا إلى أنها تقوض حقوق الإنسان وخشية أن تكرس المنشآت الحدودية للاعتقالات الممنهجة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما ذكرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي تأتيكم اليوم بعنوان تأزم العلاقات الصومالية الأثيوبية بعد قرار الصومال طرد السفير الأثيوبي من مقديشو. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، متابعي برنامج تعليق على حدث، أهلا بكم مجددا. ما زالت منطقة القرن الإفريقي تشهد تطورات مستمرة في تصاعد الأزمات وتنامي مستمر في عواصف الرياح الجارفة لعوامل الاستقرار، وذلك بسبب التوترات والنزاعات بين حلفاء الأمس الذين أضحوا أعداء اليوم نتيجة تغيير الأحلاف والمصالح المرتبطة بها من جهة، ومن جهة أخرى امتهان قادة دول المنطقة تأجيج الصراعات الداخلية وافتعال صراعات وحروب عبثية تأتي على الأخضر واليابس يقصد منها إلهاء وإشغال شعوب المنطقة بغية التربع على عرش السلطة أطول فترة ممكنة، وذلك دون التفكير قيد أنملة في مصالح شعوبهم ومواردهم المتنوعة وموقعها الاستراتيجي الذي أصبح محط أنظار القوى العظمى التي تنسج بدورها خيوط مؤامراتها من أجل السيطرة عليه، وبالتالي السيطرة على مصير شعوبها وثرواتها وإخضاعهم بما يتناسب مع مصالحها. كل ذلك وحكامها مشغولون بتوطيد أركان حكمهم وإحكام قبضتهم على شعوبهم بافتعال الأزمات هنا وهناك. وبعد أن تفاءلت شعوب المنطقة خيرا بتوقيع اتفاق السلام بين إريتريا وأثيوبيا في العام 2018 بعد حرب ضروس وقطيعة استمرت لأكثر من 20 عاما، دخلت المنطقة في نفق مظلم من جديد إثر اندلاع الحرب الأهلية الأثيوبية في شمال البلاد، والتي تخللتها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وما أن انتهت تلك الحرب إلا بدأت أزمة أخرى بين أثيوبيا والصومال مع مطلع العام الحالي بسبب توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال،
والتي أشعلت المنطقة من جديد، مما جعل الحكومة الاتحادية في الصومال تعتبر المذكرة لاغية وغير معترف بها، وأكدت أنها ستقوم بما يمكنها القيام به في سبيل الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها عليها. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان تداعيات تأزم العلاقات الصومالية الأثيوبية بعد قرار الصومال طرد السفير الأثيوبي من مقديشو. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وفي الأسبوع الماضي دخلت العلاقات الصومالية الأثيوبية منعطفا جديدا من التصعيد والتوتر بعد قرار الحكومة الصومالية طرد سفير أثيوبيا وإغلاق قنصليتين أثيوبيتين في إقليم أرض الصومال وولاية بونتلاند، واستدعاء سفيرها في أديس أبابا، وسط احتدام الخلاف حول خطة أثيوبية للحصول على ميناء وقاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال الانفصالي، وهو ما يعني زيادة المخاوف من تداعيات أمنية وسياسية لا تقتصر على علاقة البلدين فحسب، بل ربما تمتد تهديداتها إلى منطقة القرن الإفريقي وإشعال المنطقة برمتها. ويأتي هذا التوتر كنتيجة طبيعية لتطورات الأحداث الأخيرة في الصومال خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انسحبت ولاية بونتلاند من الحكومة الاتحادية بعد إجازة الأخيرة تعديلات دستورية تتعلق بنظام الانتخابات الرئاسية في البلاد، الذي كان يتم في السابق من خلال غرفة البرلمان، ويتم انتخاب أعضاء البرلمان عن طريق زعماء العشائر، بينما قضت التعديلات الجديدة بالموافقة على أن يتم انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان من الشعب عبر الاقتراع المباشر، وهو ما رفضته ولاية بونتلاند، مطالبة عرض التعديلات للاستفتاء الشعبي للموافقة من عدمها. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بين الحكومة الاتحادية وولاية بونتلاند، قام وفد رفيع المستوى من الولاية برئاسة وزير المالية محمد فارح محمد بزيارة رسمية إلى أثيوبيا، التقى خلالها الوفد بوزير الدولة في وزارة الخارجية الأثيوبية السفير مسجنا أرقاو، وناقش الجانبان التعاون التجاري والاستثماري، وكذلك التعاون في مجال الطاقة ومشاريع البنية التحتية المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية. وفي هذا اللقاء أكدت ولاية بونتلاند على رغبتها في تعزيز علاقتها مع أثيوبيا والتركيز على التجارة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع أيضا أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الأثيوبية السفير مسجناو التزام أثيوبيا بإقامة علاقات مع إدارة بونتلاند، وذكر أن بلاده مستعدة للتعاون معها في مختلف المجالات، وهو ما أثار حفيظة الحكومة الصومالية لتقوم الحكومة الصومالية باستدعاء سفيرها في أديس أبابا عبد الله محمد ورفة، وتطالب السفير الأثيوبي مختار محمد واراي بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية بأن السفير الأثيوبي لدى البلاد أرسل إلى بلاده، كما تضمن البيان إغلاق قنصليتين أثيوبيتين في ولاية بونتلاند الإقليمية وإقليم أرض الصومال. وأوضح البيان أن الحكومة الصومالية مارست أقصى درجات ضبط النفس مع أثيوبيا إثر توقيعها مذكرة تفاهم غير قانونية مع إقليم أرض الصومال، واتخذت هذا القرار حفاظا على سيادتها الوطنية. فيما قال مكتب رئيس الوزراء الصومالي تعليقا على قرار طرد السفير الأثيوبي إن تدخل الحكومة الأثيوبية الواضح في الشؤون الداخلية للصومال يمثل انتهاكا لاستقلال الصومال وسيادته. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان تداعيات تأزم العلاقات الصومالية الأثيوبية بعد قرار الصومال طرد السفير الأثيوبي من مقديشو. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. وفي هذا الصدد يرى الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة السعيد
أن التصعيد الأخير لا تقتصر تداعياته على العلاقات بين الصومال وأثيوبيا، بل يمتد أثرها إلى التأثير على العلاقات بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وبين إقليمي بونتلاند وأرض الصومال. ويضيف قائلا أن هذا ما يراه أيضا الباحث الصومالي المتخصص في الشؤون الإقليمية حسن عويس، الذي أشار إلى أن المخططات الأثيوبية تمثل خطرا حقيقيا على الصومال، وتسعى إلى إذكاء التوتر بين الحكومة الفيدرالية وبين إقليمي بونتلاند وأرض الصومال، إذ تسعى أديس أبابا إلى تعزيز هذا التوتر بما يمكنها من النفاذ داخل تلك الأقاليم وتحقيق أهدافها. وينقل عن حسن عويس قوله إن قرار طرد السفير الأثيوبي وإغلاق القنصليتين جاء بعد سلسلة من التحركات الأثيوبية التي رأتها مقديشو مزعزعة لأمن البلاد، مشيرا إلى أن تلك الخطوة قد تكون مقدمة لإجراءات تصعيدية أخرى مستقبلا إذا ما واصلت أديس أبابا نهجها في التعامل مع الصومال. ولفت في هذا الصدد إلى وجود خطط محتملة لمنع الرحلات الجوية الأثيوبية من الهبوط في مقديشو وهرجيسة عاصمة إقليم أرض الصومال وغاروي عاصمة إقليم بونتلاند، وهذا التطور في حال اللجوء إليه سيكون بمثابة تصعيد كبير في التوترات الدبلوماسية بين البلدين، وقد يؤدي إلى تعطيل السفر الجوي والتجارة الإقليمية. ومن المتوقع أن لا يؤدي طرد السفير الأثيوبي وإغلاق القنصليتين إلى تصعيد التوتر مع أديس أبابا وحدها، بل مع إقليمي أرض الصومال وبونتلاند اللذين تثور شكوك حول مدى امتثالهما لتنفيذ قرار الحكومة الفيدرالية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان تأزم العلاقات الصومالية الأثيوبية بعد قرار الصومال طرد السفير الأثيوبي من مقديشو. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الإفريقية السفير صلاح حليمة وفق ما نقل عنه أسامة السعيد في صحيفة الشرق الأوسط بأن التصعيد الأخير بطرد الصومال السفير الأثيوبي وإغلاق قنصليتي أرض الصومال وبونتلاند يعكس إدراكا من جانب السلطات الصومالية بعدم كفاية الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها للضغط على أثيوبيا للتراجع عن مساعيها للحصول على المنفذ البحري في أرض الصومال بصورة غير شرعية. وأضاف أن بعض التقارير التي أشارت إلى إمكانية تراجع أثيوبيا بضغوط من قوى دولية كبرى في الآونة الأخيرة ثبتت أنها مجرد محاولات لكسب الوقت، وهو ما دفع الحكومة الصومالية إلى التصعيد، لافتا إلى أن استمرار أديس أبابا في نهج فرض الأمر الواقع ومخالفة قواعد القانون الدولي تقود إلى تصعيد خطير على السلم والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وهذا ما تؤكده مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات التحركات التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم بين العواصم الثلاثة أسمر والقاهرة ومقديشو، والتي عكست ردود أفعال متوافقة إلى حد ما بين إريتريا والصومال ومصر، التي كانت أكثر وضوحا من إريتريا في هذا الملف لارتباطه بأزمتها القائمة مع أثيوبيا في قضية سد النهضة. وهو ما ذهب إليه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الإفريقية حين قال إن التوتر الحالي لا يقتصر فقط على العلاقات الصومالية الأثيوبية، بل يمس الأمن الإقليمي في تلك المنطقة الهشة ويهدد كثيرا من الدول، من بينها الدول العربية والإفريقية المتشاطئة في البحر الأحمر، فضلا عما يثيره التوتر من مخاوف بشأن انزلاق الأمر إلى صدام مباشر وتدخل إقليمي ودولي، خصوصا في ظل وجود قوة بحرية عسكرية بكثافة في المنطقة، سواء كان ذلك في صورة أساطيل أو قواعد عسكرية، إضافة إلى المخاوف الأمنية المتعلقة بانتشار التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال التوتر الإقليمي لمزيد من التمدد في تلك المنطقة. وفي ظل التصعيد المتوتر القائم بين البلدين، هنالك غموض يكتنف مصير القوات الأثيوبية المتمركزة في الصومال في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي لمحاربة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة بعد خطوة طرد السفير الأثيوبي وإغلاق القنصليتين. وهل ستظل هذه القوات في أداء مهامها أم أن الحكومة الأثيوبية ستطالب بسحبها؟
لتشكل بذلك ورقة ضغط أخرى على الحكومة الاتحادية التي وضعت في موقف لا تحسد عليه. ولعل طلب الصومال منتصف هذا الأسبوع بقوات متعددة الجنسيات لتحل محل قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال يقوي فرضية احتمال سحب أثيوبيا قواتها المتمركزة هناك أو توجس الحكومة الصومالية من وجود هذه القوات في ظل التوترات الحالية، خوفا من تقاعسها في أداء مهامها في مناطق تمركزها، ولا سيما أنها تتمركز على تخوم الحدود بين البلدين، مما يعني أن انفراط الأمن في حالة تقاعس في منطقة حساسة قد تكون أرضا خصبة لتنامي نشاط الحركات المسلحة. ولنتذكر جيدا أن أثيوبيا مشهود لها بتدخلات عسكرية في الصومال بحجة مكافحة الإرهاب ومساندة الحكومة الصومالية في عهد الرئيس عبد الله يوسف في العام 2006، وتمركزها في بعض المناطق الحيوية والاستراتيجية مثل المطار والقصر الرئاسي في بيدوى، وهو ما أثار حفيظة قطاع عريض من الصوماليين آنذاك بعيدا عن المتعاطفين مع المحاكم الإسلامية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان تداعيات تأزم العلاقات الصومالية الأثيوبية بعد قرار الصومال طرد السفير الأثيوبي من مقديشو. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتنشط في منطقة القرن الإفريقي كثير من المنظمات المتطرفة، كما توجد في جيبوتي المجاورة للصومال عدة قواعد عسكرية لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان، كما تنشط تحركات بحرية على خلفية استهداف الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأجرت روسيا مناورات بحرية مع إريتريا في الأسبوع الماضي. وهنا نشير مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى أن الحكومة الصومالية كانت قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقية دفاع مع تركيا تقضي بالتعاون في مجال الأمن البحري وحماية الشواطئ وتدريب قوات من الجيش، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية عقب توقيع الاتفاق. ولعل التحذيرات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية إلى جميع السفن والشركات التي تقوم بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية للصومال، ومطالبتها لها الامتثال لقانون إدارة تنمية مصائد الأسماك الصومالية، وتأكيداتها القوية في أنها لا تسمح بجميع أنواع وطرق الصيد المخالفة للقانون، وتوعدها باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقوم بذلك، ودعوتها الجهات التي يخاطبها التحذير إلى تحمل مسؤولياتها من أجل حماية موارد الصومال البحرية واستخدامها بشكل قانوني باللهجة الحادة التي ذكرت في بيان التحذير. يستمد قوته من اتفاقية التعاون والدفاع البحرية الموقعة مع تركيا، وذلك مقارنة بالإمكانيات المحدودة للقوات البحرية الصومالية في ظل التحديات التي تواجه الحكومة الفيدرالية. فهل يعني ذلك قيام تركيا بتحرك ما في المنطقة التي تعج بالقطع الحربية من هنا وهناك، مستفيدة من هذا الاتفاق لتحقيق أهداف وربما مرامي لم تتضح معالمها حتى الآن؟ هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مواقع حيوية في ولاية القضارف بشرق السودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عام. الحكومة الصومالية تطالب بقوات متعددة الجنسيات خلفا لقوات حفظ السلام الإفريقية. والبرلمان الأوروبي يقر تعديلا يشدد قواعد الهجرة واللجوء إلى دول الاتحاد. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.